النهاردة 2 فبراير 2025 بداية الحرب الاقتصادية ما بين أمريكا وكندا. امبارح 1 فبراير كانت بداية تطبيق التعريفات الجمركية الجديدة على كندا بنسبة 25% زيادة في التعريفات الجمركية نيو تيرف اللي كانت أعلنت عليها المتحدث باسم البيت الأبيض على لسان إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب، وكمان زيادة في التعريفات الجمركية على جميع المنتجات اللي جاية من المكسيك و10% زيادة على جميع المنتجات اللي جاية من الصين. أنا عايز أوضح لحضراتكم حاجة مهمة جدا علشان نبقى فاهمين إيه اللي بيحصل وليه بيحصل كده، علشان تبقى الأمور بالنسبة لنا واضحة. العلاقة ما بين الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الحالي جاستن ترودو علاقة متوترة من أيام فترة حكم الرئيس ترامب الأولى اللي هي كانت من 2016 ل 2020. ولما الرئيس دونالد ترامب خسر في 2020 قدام جو بايدن، كتير من الدول أو من رؤساء الدول كانوا متخيلين إن ترامب مش هيرجع تاني للبيت الأبيض، وكانت في تصريحات ما بين ترامب وترودو في الفترة من 2020 لغاية 2024 تصريحات متوترة جدا. وده ليه؟ دي بقى اللي احنا لازم نفهم. زي ما قلت لحضراتكم، ترامب جاي من خلفية كونسرفاتيف أو خلفية جمهورية متحفظة، خلفية فيها تدين، فيها إن الكوميونتي أو الدولة اللي احنا عايشين فيها هي دولة مش ليبرال. يعني ايه مش ليبرال؟ يعني دولة فيها صح وغلط، وزي ما شفنا اليومين اللي فاتوا كنت كلمت حضراتكم على القرارات التنفيذية اللي كان أصدرها الرئيس دونالد ترامب، منها ان الاعتراف بجنسين فقط في الولايات المتحدة الأمريكية، ميل وفيميل. يعني مفيش حاجة اسمها تحول جنسي او كلام من ده كله. وامبارح كمان طلع امر تنفيذي من الرئيس دونالد ترامب بيمنع عمليات التحول الجنسي للقاصرين او الكيميكال ترانسجندر، ان هي عمليات التحول عن طريق الكيميكالز او عن طريق حقن الهرمونات والحاجات اللي زي كده. الامر مختلف تماما عن اللي بيحصل من اداره جاستن ترودو في كندا. جاستن ترودو هو كان، لان هو استقال من زعامه الحزب، كان زعيم الحزب الليبرالي لسنين. والحزب الليبرالي او الفكر الليبرالي بشكل عام عشان نفهم، هو فكر بينادي بالتحرر من كل القيود المجتمعيه او الدينيه او فما فيش عندهم مشكله خالص في موضوع عمليات التحول الجنسي. ما عندهمش خالص مشاكل في موضوع البرونسيشن او البروناونس. يعني انت تقول على نفسك راجل، واحد يقول على نفسه ان هو ست بس هو راجل ويلبس لبس ستات، او العكس. او ان يبقى في حاجه بيسموها باينري جندر، ان يكونوا ممكن النهارده انا ست او بكره راجل وحاجات زي كده، او بيسموهم باينري ونون باينري وقصص ملهاش نهايه. الامر ده مختلف تماما عن الخلفيه اللي احنا بنتكلم فيها حاليا اللي موجوده في امريكا. امريكا من زمان كانت دوله بتميل الى التدين، لان يعني اكثر تدينا من اوروبا ومن كتير من الدول الغربيه. ولكن في الفتره بتاعت اوباما بينتهج نفس الفكر الليبرالي اللي بينتهجه جاستن ترودو، اللي هو ايه؟ فكره التحرر. يعني انت مش لازم تبقى راجل، انت عاوز تلبس لبس ست، اتنين رجاله يتجوزوا بعض مفيش مشكله، اتنين ستات يتجوزوا بعض مفيش مشكله. والموضوع ده اللي طبعا عززه اكتر بايدن لما جه. فلو بصينا على القرارات اللي بياخدها دونالد ترامب هتلاقيه لغى موضوع عملية التحول الجنسي، الاعتراف بجنسين فقط، ميل في ميل. امبارح كمان برضه كان في قرار تنفيذي لجميع السفارات الولايات المتحدة على مستوى العالم، ممنوع منعا تاما رفع العلم المثلي على اي سفارة من السفارات الامريكية، سواء بقى جوه او بره. يعني ممنوع ان العلم ده يترفع خالص، ممنوع يترفع في الاماكن الحكومية. منع كمان دونالد ترامب التوقيع في الايميلات للموظفين الفيدراليين ببروناونس، يعني انه يكون في توقيع مثلا هي از، شي از، they are. الكلام ده ما يكونش موجود في الايميلات. وانا اقول حاجات، احنا طبعا الناس عايشه في امريكا فاهمه الكلام ده، احنا شفناه كتير يعني.
حتى في الوظائف، في التقديم على الوظائف، في بعض ابلكيشنات الوظائف بيحط لك pronouns، يعني how to pronounce yourself، انت بتقيم نفسك كايه. واللي بيسموها السيكشوال اورينتيشن، يعني انت مش لازم تكون ميل او فيميل، بس انت ممكن يكون ليك توجه غريب يعني. المهم، في اختلاف ما بين المدرستين كبير قوي، ما بين جاستن ترودو وما بين دونالد ترامب. انا ليه بحكي لكم ده؟ علشان تبقوا فاهمين الارضيه والدنيا والاختلافات جايه منين. لما رجع دونالد ترامب للبيت الابيض، كندا تعتبر حليف استراتيجي لامريكا في حاجات كتير. يعني كندا بتبعت لامريكا جاز بترول يعني، وبتبعت لامريكا اخشاب، بتبعت لامريكا ستيل حديد، بتبعت لامريكا منتجات البان، حاجات كتيره جدا معظمها مواد خام. امريكا بتبعت لكندا معظم الحاجات، المنتجات اللي موجوده في الاراضي الكنديه هي منتجات امريكيه بنسبه كبيره جدا. ونتيجه ان مفيش ضرائب ما بين جمارك ما بين البلدين، ونتيجه كمان ان مفيش آم، آم، فيزا ما بين البلدين. يعني انا بخش كندا بالاي دي بتاعي، بالبطاقه بتاعتي كمواطن امريكي. خش ممكن كمان انت مش بس كمان لو مواطن امريكي، ده انت كمان لو مقيم في كندا، سوري، مقيم في امريكا ومعاك الجرين كارد، بالجرين كارد بتدخل كندا. فالعلاقه ما بين كندا وامريكا علاقه متداخله جدا بقالها سنين. اللي حصل نتيجه الخلفيات اللي حكيت لحضراتكم عليها في الاول دي، ففي هنا تضارب ما بين فلسفه الادارتين حاليا، الاثنين مش على ارضيه واحده. كندا في الفتره اللي احنا فيها دي بتعيش مرحله من مراحل التضخم العالي جدا، تضخم عالي جدا في كندا. واذا كنا بنقول ان الاسعار مرتفعه في امريكا، فالاسعار اكتر بكتير في كندا. انا شخصيا هنا حتى في الولايه اللي انا عايش فيها بشوف ناس كتيره جايين من كندا، محولين من كندا جايين يعيشوا في امريكا. القرار اللي خده ترامب آه، نوع من الضغط على اداره جاستن ترودو، لان بمجرد ما يحط 25% على المنتجات اللي جايه من كندا، الحقيقه المواطن الامريكي مش بيعتمد بشكل كبير على المنتجات اللي جايه من امريكا غير الحاجات الخام اللي انا قلت لحضراتكم عليها، ودي ممكن توصيفها او توردها من اماكن تانية. ده عكس كندا اللي بتعتمد بنسبه كبيره على المنتجات الامريكيه، واللي كتير من المنتجين الامريكيين، وكتير من حتى الهول سيلز الكبيره زي كاسكو فاتحه في كندا، وول مارت فاتح في كندا، اماكن كتيره جدا. معظم البراندات الامريكيه موجوده في كندا بانتشار كاسح. فالكنديين لو النهارده، وده اللي حصل، ان جاستن ترودو النهارده الصبح رد على دونالد ترامب وقال ان هم كمان هيفرضوا 25% تيرفس او جمارك على كل المنتجات اللي جايه من امريكا. وده اللي كان ترامب بيزق ترودو ان هو يعمله. ده بقى هيزود الانفليشن عند كندا جدا، وهيرفع الاسعار المنتجات في السماء، لان المنتجات الكنديه شبه مش موجوده. يعني معظم المنتجات اللي بيعتمد عليها المواطن الكندي هي منتجات امريكيه بالشكل الاساسي. كمان نتيجه ان مفيش تاشيرات ما بين كندا وامريكا، فكتير من المواطنين الكنديين اللي عايشين قريبين من الحدود الامريكيه بيدخلوا بالعربيه يعملوا الشوبينج بتاعهم في امريكا، لانه ارخص كتير جدا. حتى المواد الغذائيه بيسوقوا ساعتين مثلا، يدخل يجيب كل المنتجات اللي تكفي شهر مثلا، ويرجع تاني كندا وهو المستفيد بفرق السعر الرهيب ده. فاللي حصل ان دلوقتي في ضغط من اداره ترامب على كندا علشان اسقاط نظام او اسقاط الفكر الليبرالي اللي هيثبت فشله قدام الشعب الكندي بشكل عام. الموضوع ده لان كمان كندا نتيجة الفكر الليبرالي ده، احنا مش بنتكلم بس على موضوع الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها، لا ده في حاجات تانية كمان اخطر. هي نتيجة الانفتاح الغير مبرر في كندا. كندا فتحت بيبان اللجوء لكتير من العناصر الغير مش مكشوف عليها امنيا، ودخلوا اخذوا حق اللجوء في كندا وحق الاقامه في كندا. والناس دي تسلل منهم ناس دخلوا جوه امريكا، واكتشف ان في عناصر منهم من القاعده، وعناصر منهم من ايسس داعش. والناس دي دخلت امريكا عن طريق الحدود الكنديه. ده اللي خلى ترامب كمان يقول ان كندا لم تضبط حدودها خلال الاربع سنين اللي فاتوا في اداره جو بايدن. وطبعا جو بايدن كان يعني مش معانا، هو راجل كان بيقضي الريتايرمنت بتاعته في الوايت هاوس. فنتيجه ده خلت ان الحدود الكنديه بتدخل الارهابيين لامريكا.
هنشوف بقى في الايام الجايه الامور هتوصل لفين، وحرب التصريحات اللي بدات تحصل ما بين جاستن ترودو وما بين دونالد ترامب هتروح فين بينا الايام الجايه. اللي انا بتوقعه ان هيكون في مزيد من الضغط الامريكي على كندا علشان تقليل الفكر الليبرال، او لان خصوصا ان جاستن ترودو دي فتره الوزاره الثانيه بتاعته. بس ترامب اللي انا شايفه انه بيحاول ان هو زي ما قتل ثقة المواطن الامريكي في الحزب الديمقراطي، عاوزين يعملوا نفس الكلام في كندا، بحيث ان ما يكونش فيه اي نوع من انواع العودة الى الليبرالية مرة تانية في الاراضي الامريكية، خصوصا زي ما قلت لحضراتكم التواصل ما بين كندا وامريكا تواصل عميق. طولت عليكم، بس كان يهمني جدا انكم تفهموا الامور دي، خصوصا الايام الجايه هتحس بيها في السوبر ماركت. في بعض المنتجات الكنديه عندنا يمكن مش كتير قوي، احنا ما بنعتمدش عليها بشكل كبير، بس هتشوفوا بعض المنتجات الكنديه حصل عليها زياده 25%. بس اللي اكتر هتحسوا بيه هو المنتج المكسيكي، لان في كتير من المنتجات المكسيكي جوه امريكا، وبالذات الاكل والشرب. في كتير من المنتجات المكسيكيه بتيجي من المكسيك، وخصوصا في ولايات الجنوب، احنا بنحس بيها هنا في ولايات الجنوب هتزيد بنسبة 25%. وكمان على مستوى أمريكا كلها كل المنتجات الصينية هتزيد أسعارها بنسبة 10%. فيديو بس توضيحي، احنا بنحاول بقدر الإمكان نوضح ايه اللي بيحصل في أمريكا وعلاقتها بجيرانها، واللي بيحصل في المجتمع حوالينا من الاقتصاد والسياسة، عشان نبقى ملمين وفاهمين ايه اللي بيحصل في حياتنا العملية. بشكركم جدا، واتمنى تكون الحلقه دي مفيده. ما تنساش تعملها لايك وتعملها شير وتعمل سبسكرايب وتعمل فولو للقناه بتاعتنا عشان يوصلك كل الحاجات الجديده اللي بنتكلم فيها عن الحياه في امريكا. بشكركم جدا جدا جدا، وكان معكم ايمن من امريكا.